صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دكتور امنيه احمد، معيده بكليه الصيدله. صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هعمل كده مراجعه بسيطه كده على كل محاضرات الاورجانيك كيمستري 2. تمام، وهتكلم فيها عن نقط مهمه. بس طبعا قبل ما نبدا المراجعه وكده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويا جماعه نبقى احنا مذاكرين عشان خاطر يعني الدنيا تبقى سهله علينا شويه في الفهم. تمام. طبعا كان عندنا اول محاضره عندي هو عباره عن الكحول بتاعتي، واتكلمنا عن الكحول. قلنا عندي بتبقى عندي طبعا في هيدروكسيل جروب، بيبقى اخرها عندي في او اتش. تمام. وفي عندي طبعا مونو هيدريك، وفي عندي داي هيدريك، وعندي تراي هيدريك. تمام. مونو هيدريك ده اللي هو عباره عن او اتش واحده. داي هيدريك يعني عندي 2 او اتش في المركب بتاعي. وتراي هيدريك يعني عندي 3 او اتش. وبعد كده بولي هيدريك يعني عندي اكتر من او اتش. تمام، موجوده عندي في المركب. وبعد كده طبعا دخلنا عندي على النومنكلتشر بتاعتها، وقلنا التسميه بتاعه الكحول بتبقى طبعا في كومن نيم، وفي عندي اللي هو عباره عن الايوباك نيم. قلنا الكومن نيم بتاعها اللي هو عباره عن وداكن ايثايل الكحول، فبضيف كلمه الكحول للكلمه بتاعتي. وعندي الايوباك نيم بتبقى اخرها اول، لازم يبقى اخرها كلمه اول. تمام. وقلنا ده المميز عندي الكحول بتاعي. تمام. وطبعا التسميه بتاعتي بسمي طبعا على حسب اطول سلسله كربونيه، بختار اطول سلسله كربونيه موجوده عندي في المركب. وبعد كده بختار عندي بشوف الفرع، وبشوف عندي الاقرب عندي على حسب ال OH. تمام. فانا عندي الفرع الاساسي بتاعي وليكن ده مثلا. تمام. فده عباره عن مش ده. فانا عندي مثلا في المركب ده الفرع الاساسي بتاعي هو اللي هو المركب ده اللي هو الطويل ده عباره عن 3 كربونات. تمام. فهتبقى ده عباره عن بروبان. تمام. طب انا عندي الاتش موجوده عندي فين؟ على الكربونات التانية، فهتبقى عباره عن 2 بروبانول، او عندي بقول عليها بروبان 2 اول. تمام. وعندي كمان مجموعه مثال عندي مرتبطه عندي بالكربونات التانية، فهتبقى عباره عن 2 مثال بروبان 2 اول، او 2 بروبانول. تمام. وبعد كده اتكلمنا طبعا على الفيزيكال بروبرتيز والحاجات دي كلها، واتكلمنا على البريباريشن، وطبعا دي لازم نعرفها كويس. تمام. التحضير عندي اول تقرير عندي عن طريق الالكين زائد ميه بيديني عندي الكحول. تمام. في وجودها عندي لازم يكون عندي H2SO4. طب لو جالي مثلا يا دكتور في الامتحان وما حطش ال H2SO4، يبقى في الحاله دي ما فيش رياكشن. يبقى شرط اساسي عشان يتم التفاعل ويديني الكحول بتاعي يبقى لازم يكون موجود عندي ميه في وجود عندي ال H2SO4. وتاني نقطه دي يا جماعه ده برده مهم، وبيجي منها اسئله كتير في الامتحان، وانا طبعا اتكلمت عليها في المحاضرات، يا ريت نرجع لها. لو انا جالي مثلا في الامتحان وجه مثلا قال لي قال لي مثلا وليكن مثلا الشكل ده، وجه جاب لي مثلا ان الشكل ده هو عباره عن ده عباره عن سايكلوبنتانين، يعني عباره عن سايكلوبنتانين عشان خاطر في عندي دبل بوند وعندي اون، يعني عندي 1 اون. تمام. فعباره عن سايكلوبنتانون. تمام. وعندي طبعا دي الكربونه الثانيه يبقى 1 2 اين. تمام. المهم فهنا بقى بيقول لي لو جاب لي مثلا الشكل ده المركب ده، وجه جاب لي المركب ده وقال لي المركب ده اتحول عندي المركب ده. تمام. فانا كده طالما عندي المركب ده اتحول المركب ده، يعني انا كسرت عندي دبل بوند، وكسرت عندي كمان سيدا وبوند او. تمام. فانا كسرت عندي الرابطه دي والرابطه دي. الرابطه دي لما كسرتها طلعت لي منها او اتش، والرابطه دي لما كسرتها فطلعت لي منها فطلعت لي منها اتشيه يعني. فعشان كده الدبل بوند راحت. فلو جه في الامتحان جاب لك مثلا المركب ده اتحول المركب ده، يبقى انا عندي الكاتاليست بتاعي او العامل الحفازي اللي خلاه يتحول بالشكل ده هيبقى عندي هيدروجين ونيكل. لان الهيدروجين والنيكل بص عامل زي الاعمى، ما بيشوفش قدامه اي حاجه. هو اي دبل بوند هيشوفها قدامه هو هيكسرها وهيحولها، سواء كانت ل اتش او سواء كانت ل او اتش لو انا عندي سي وبوند او. طب انا عندي بقى امتى بقى مين اللي بيفتح عينه شويه وبيبدا يشوف عندي المركب بصوره اوضح؟ هو انا عندي هو الليثيوم الومنيوم هيدروجين او ال NaBH4. ده عباره عن ده برضو عباره عن عوامل برضو بتعمل عمليه ريدكشن عند المركب بتاعي. ازاي بتعمل عمليه ريدكشن؟ انها بتيجي عندي عسيده وبوند او دي بتكسرها. طب هل عسيده وبوند سي دي بتكسرها؟ يعني سيدا وبوند سي قال لي لا، هي بتفضل زي ما هي. فانا عندي لو عندي ليثيوم الومنيوم هيدروجين او عندي NaBH4 ده بيسيب عندي الدبل بوند موجوده عندي وبيحول عندي سيدا وبوند او ل OH. تمام. يبقى هي دكاتره لو مهمه لو جت في الامتحان وجه جاب لي مثلا المركب ده اتحول المركب ده، يبقى انا عندي حساب اللي خلاه يتحول بالشكل ده؟ هتقول لا اما ليثيوم الومنيوم هيدروجين لا اما NaBH4. طب انا لو جه في الامتحان يا دكتور جه جاب لي ليثيوم الومنيوم هيدروجين او NaBH4 او الاثنين مع بعض، لا هتبقى الاثنين مع بعض.
تمام. برضو ناخد بالنا يا جماعه ان انا عندي ال NABH4 ده بيعمل عندي ريدكشن للالدهيد والكيتون. طب ينفع مع الاستر؟ لا. يبقى انت لو جات لك مثلا في الصح والغلط يجي جاب لك مثلا انا عندي ال NABH4 ده بيعمل ريديوس عندي للالدهيد والكيتون والاستر والاسيد، يبقى في الحاله دي هتبقى ايه؟ هتبقى غلط. لا، هو بيعمل عندي ريدكشن عندي لعمليه الالدهيد والكيتون. تمام. اما انا عندي الليثيوم الومنيوم هو اللي بيعمل ريدكشن عندي للاسيد والاستر والالدهيد والايه والكيتون، لان ده بيكون عندي اقوى، فده بيعمل عندي ريدكشن لاي حاجه قدامه، ما بيشوفش اي حاجه خالص. تمام. بعد كده طبعا الدكاترة عندي اللي هو عبارة عن جريجلاند ريجنت طبعا، واتكلمنا عليه بالتفصيل طبعا في المحاضرات، بس هنتكلم عليه بالراحة. انا عندي طبعا الجريجلاند ريجنت ده بيجي عبارة عن ايه؟ بيجي بيعمل عملية ان هو طبعا بشيل حاجة، بشيل ولكن هيدروجينة او بحط مكانها ايه؟ بحط مكانها OH. تمام. فانا عندي ولكن زي الفورمالدهيد، طبعا الفورمالدهيد لازم نكون عارفين الاستراكشر بتاعه بالظبط. فانا جيت عندي حطيت اللي هو المغنيسيوم هالوجين، وعندي في وجود عندي الايه الايون الهيدرونيوم، بدا يعمل ايه؟ بدا عندك ان هو يضيف عندك اللي هو الار اللي هو الالكال جروب بتاعتي اللي موجوده عندي، فبدا يشيل الاتش دي وبدا يضيف عندي الالكال جروب. طب انا عندي سي ده وبوند او، سي ده وبوند او اتحولت عندي لسي اتش 2 لان بدا يعمل لها عمليه ريدكشن، والاتش اتحولت عندك ايه؟ اتحولت عندك لاوتش. تمام. طب انا عندي هنا السي حواليها اتش وحواليها اتش، فعشان كده اتحول عندي لايه؟ لبرايمري الكحول. عشان خاطر يتحول عندك المركب بتاعك لبرايمري الكحول يعني يضيف عندك OH. تمام. يضيف عندك OH ويبقى عندي جنب الOH عندي كربونه عليها هيدروجينتين، ففي الحاله دي لازم يكون عندك اصلا الاساس بتاعك يكون عندك الكربونه مش جنبها اي الكال جروب. طب انا لو انا عندي كربونه جنبها الكال جروب زي المركب ده، تمام، ففي الحاله دي هيتحول عندي مركب من الدهيد ولكن مثلا جنبه الكال جروب لايه؟ لسكندري الكحول. تمام. وهناخد بعد كده يا جماعه انا عندي السكندري الكحول بيتحول منه الالدهيد، وعندي البرايمري الكحول ده بيتحول منه مثلا وليكن ايه؟ الاسيد. تمام. او عندي برضو بيتحول لالدهيد، عندي اللي هو التيرشري الكحول والسكندري الكحول بيتحول لكيتون. تمام. المهم يعني فانا عندي طب انا عندي بقى يا دكتور عندي الكال جروب هنا والكال جروب هنا، فانت بالتالي انت لما تيجي تفعلها بجريجنالد ايجنت بتتحول عندك لايه؟ لتيرشري الكحول. ليه تيرشري الكحول؟ عشان خاطر دي هتضاف الالكال دي هتضاف الار دي والار دي غير الار كمان اللي انت هتضيفها. تمام. فانت مجرد انت بتضيف عندك الكال جروب عندك على المركب بتاعك. تمام. يبقى انا لو انا عندي المركب اللي هو السي عند الكربونه بتاعتي جنبها اتش واتش، تمام، ففي الحاله دي انت لما تيجي تحولها لالكحول يعني انت مش عندك في اي الكال جروب في المركب ده فيتحول عندك لبرايمر الكحول. طب انا لو انا عندي في الكال جروب فيتحول عندي لايه؟ لسكندري الكحول. طب انا لو انا عندي في الكال جروب الناحيه دي والكال جروب الناحيه دي عباره عن كيتون، ففي الحاله دي هيتحول عندي لايه؟ لتيرشري الكحول. تمام. برضو نفس الكلام هنا برضو في المركب بتاعي، الميكانيزم طبعا مش مهم. ونتكلم برضو هنا يا جماعه عندي على الهيدروسيس بتاعه الالكال هالايد. تمام. ممكن يجي لك مثلا في الامتحان مثلا مركب زي ده يقول لك مثلا CH3Cl2Cl، تمام، زائد نقط. تمام. في وجود نقط حولها لي الايه؟ حولها لي الكحول. يعني عندك الكايل هالايد حولت من الالكال هالايد ده حولته عندك الكحول، يجي يسالك ايه اللي بيخلي عندك الالكال هالايد بتاعك اللي هو عباره عن كلورو ايثان يتحول عندك من كلورو ايثان يتحول عندك لايه؟ يتحول عندك لايثانول. ايه السبب؟ فانت تيجي تقول يبقى انا عندي لازم يبقى تفاعل عند ال NaOH في وجود عند ال H2O هو اللي حول لي عند المركب بتاعي لايه؟ الكحول. هنا برضو نفس الكلام، لو جالي مثلا ايزوبروبايل كلورايد، تمام، اتحول عندك من ايزوبروبايل كلورايد اتحول عندك لايه؟ لايزوبروبايل الكحول في OH هنا موجود عندي في المركب. ففي الحاله دي ايه السبب او ايه اللي يخلي المركب ده يتحول من ده لده؟ يبقى لازم يكون عندي NaOH في وجود عند H2O. تمام. ده مهمه برضو، ممكن تجيلك مثلا اكمل في الMCQ فانت لازم تبقى عارف. تمام. برضو التفاعل بتاع SN2SN1 لو مثلا تفاعل زي ده مثلا، تمام، عبارة عن ايثانول، الايثانول ده جبت منه اكسس فعلته مثلا مع صوديوم بيتحول عندك لايه؟ هتبص هتلاقي الاتش دي هي اللي هتطلع وعندك الصوديوم ده راح عندك على الاكسجين وتكون عندك صوديوم ايثوكسايد. ده برضو مهم، يعني ممكن يجيلك في الامتحان اكمل مثلا لو تفاعل ايثانول مع الصوديوم بيجيلك ايه؟ بيجيلك مثلا صوديوم ايثوكسايد ولا بيجيلك مثلا عبارة عن C2H5Na على طول، ولا بيجيلك مثلا C2H5 OOH مثلا، تمام، ولا بيجيلك ايه بالظبط؟ فلا انت لازم بتحط عندك الصوديوم وقبلها ايه؟ قبلها اكسجين، عشان كده بقول عليها ايثوكسايد لان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايثر. تمام.
طب انا لو انا عندي تيرشري بيوتايل الكحول كده برضو في الشكل ده وفعلته مع عندي مع بوتاسيوم، فبشيل عندي الهيدروجين بتاعتي وبضيف عندي اوكي اللي هو عباره عن الايثر بتاعي. هنا برضو بيقول لي تحضير الايثر فورميشن، ان انا لما بيكون عندي الكحول بفعل عندي مع كربوكسيليك اسيد الكحول زي ما احنا اخدناها في ثانوي، كحول زائد حمض بيديك ايه؟ بيديك استر وميه، كحول زائد حمض بيديك استر وميه، في وجود عندك ايه؟ في وجود عندك ولكن H2SO4. ده برضه مهم، التفاعل ده مهم، ممكن يجيلك في الامتحان مثلا تمام، يجي يقول لك ولكن كحول زي C2H5OH تمام اللي هو عباره عن ايثانول، في وجود عندك الاسيتيك اسيد تمام هيتحول عندك ايه بقى؟ هيديك ايه؟ هيديك ايثايل اسيتيت. ايه هو عباره عن ايثايل اسيتيت؟ ان انا عندي شلت OH المركب بتاعي ده تمام مع اتش المركب ده، وبعد كده دمجت الاتنين مع بعض فاداك عندك ايثايل اسيتيت تمام في وجود عندك ال H2SO4. ده برضو مهم، ممكن تجيلك مثلا في الامتحان يجي يقول لك مثلا ده زائد ده بيديك ايه؟ نقط، يبقى ده عباره عن ايثايل اسيتيت. ده برضو زي ديفرنشيشن، يجي يقول لك مثلا فرق لي بين برايمري وسكندري وتيرشي الكحول، فانت هتيجي مثلا تيجي تقول لوكاس تيست. لوكاس تيست هيجي مع التفاعل عندك التيرشري بيكون عندي تفاعل سريع لان التفاعل بيتم بسرعه تمام. طب انا عندي في التفاعل مع السكندري لا بياخد شويه دقايق، من 5 ل10 دقايق كده. طب انا عندي التفاعل مع البرايمري ده هو اللي بياخد وقت شويه تمام، فبيديني ايه؟ فلازم بيكون شرط عندي تفاعل عشان يترسب عندي اللي هو عباره عن ZnCl2، فلازم يكون عندي مع البرايمري لازم اعمل عمليه هيتنج اللي هو عباره عن التسخين. ده برضو هنا نفس الكلام، ده هناخده بعدين. البرايمري الكحول بيتحول عندك لالدهايد، والالدهايد بيتحول عندك لكربوكسيليك اسيد تمام. ده برضو مهمه برضو. يجي يقول لك مثلا في الامتحان عندي وليكن مثلا انا فعلت جبت الكين، جاب لك مثال مثلا الكين زائد كذا تمام، هو مش حدد لك زائد كذا واداك عندك المركب ده، فانت في الحاله دي هتستخدم عندك KMnO4 ولا تستخدم عندك اوزميوم تترا اوكسيد ولا تستخدم عندك برفورميك اسيد ولا تستخدم KMnO4 مع اوزميوم تترا اوكسيد. لو هناخد بالنا هنلاقي KMnO4 والاوزميوم تترا اوكسيد الاثنين بيكسروا الدبل بوند الموجوده عندي في مركب وبيضيفوا OH و OH تمام، OH و OH عكس البرفورميك اسيد. البرفورميك اسيد ده بيضيف OH و OH بس الاثنين بيكونوا ايه؟ بيكونوا ترانس لبعض، يعني ده OH في اتجاه ولا OH في الاتجاه التاني تمام. يبقى انا عندي KMnO4 والاوزميوم تترا اوكسيد هما الاثنين زي بعض بالظبط، فلو جه في الامتحان وقال لك انا عملت عمليه اكسده عندك للالكين وضفت OH و OH، في الحاله دي انت استخدمت ايه بالظبط؟ هتبقى استخدمت KMnO4 والايه؟ والاوزميوم تترا اوكسيد. بعد كده يا جماعه ادخل عندي على المحاضره التانية وهقول برضو اهم النقط فيها. قبل ما نبدا طبعا عندي الفينولز ده عباره عن ايه؟ عباره عن اروماتيك جروب، يعني عباره عن حلقه بنزين عليها OH تمام، ده الفينول بتاعي. طب انا عندي ده بسميها ازاي او كده؟ طبعا لازم نبقى عارفين الحاجات دي كلها عشان خاطر في التسميه، او يعني لما يجينا في الامتحان تسميه يجي مثلا يجي يقول لك اعمل ماتش، يعني مثلا وليكن زي اللي هو الميثايل فينول ده عباره عن كريزول تمام، فيجي يقول لك ده باراكريزول، ده يبقى انا عندي باراكريزول ده مثلا هيبقى عندي ايه مثلا تمام، فانت تبقى عارف كل ستراكشر بحيث ان انت تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي تمام. وعندي مثلا كاتيكول تمام. الحاجات دي كلها يبقى يا جماعه عندي اللي هو عباره عن 2 OH، لازم نبقى عارفين الحاجات دي كويس جدا. ولكن الستراكشر مثلا بتاع الساليسيليك اسيد ده عباره عن OH و COH تمام، فانا ابقى عارفه مثلا ان انا عندي اللي عباره عن لو انا عندي OH و COH عندي على حاله بنزين يبقى ده عباره عن ساليسيليك اسيد تمام، او هيدروكسي بنزويك اسيد. هنا بقى بيقول لي اول طريقه عندي من الارين دايزونيوم سولت تمام، دي مهمه. ارين دايزونيوم سولت وانا عندي اروماتو جروب، يعني عندي انيلين كده في الامتحان وجه قال لك فعلتها عندي مع ادي NH2 تمام، وجيت فعلتها عندي مع HONO تمام اللي هو عباره عن نيتريك اسيد تمام، هيعمل لك ايه؟ هيطلع عندك حلقه بنزين عليها ايه؟ عليها N2. طب بعد كده انت هتستخدم عندك الكبر اوكسيد مع وجود عندك كبر ايون تمام، في وجود عندك الميه هيطلع عندك ايه؟ هيطلع عندك الكحول. يبقى هيجي يقولك في الامتحان ايه؟ هيجي يقولك وليكن انا عندي حلقه بنزين عليها N2 تمام، ال N2 دي هعمل ايه بقى؟ سوري يعني خليها شكل احسن لحظه. بس يا جماعه انا بحب اكتب بسرعه، فعشان كده الخط بتاعي منعفش شويه، هستحملوني بقى معلش.
فانا عندي عباره عن حلقه بنزين، حلقه بنزين عليها N2. يجي في امتحان يجي يقول لك الشكل ده تمام، وعليها طبعا ايون. فيجي يقول لك مثلا انت حولتها عندك من الشكل بتاعي ده، حولتها عندك لايه؟ حولتها عندك لفينول. طب هتستخدم ايه بقى؟ يجي يقول لك في التفاعل مثلا ده نقط، فانت هتستخدم ايه؟ يبقى عندك هيقول لك مثلا هستخدم كبر اوكسيد، ولا هستخدم كبر ايون، ولا هستخدم الاثنين مع بعض. يبقى انا معروف هستخدم ايه؟ الاثنين مع بعض. دي برضو مهمه. طب يجي مثلا برضو الدكاتره في الامتحان يجي يقول لي ايه؟ يجي يقول لي انا عندي مثلا اللي هو الشكل ده مثلا تمام، ده عباره عن انيلين رينج عليها بي ار وعليها CH3 تمام. انا هعمل ايه؟ انا عايزه احول عندي الانيلين رينج دي، عايزه احولها لفينول رينج. فانا بستخدم ايه؟ هيجي يقول لك هتستخدم ايه؟ يبقى هتستخدم عندك كبر اوكسيد، وهستخدم عندك كبر H2O، وهستخدم كمان عندك الايه؟ النيتريك اسيد تمام. يبقى الطريقه دي مهمه. او برضه ممكن يجيلك في الامتحان مثلا يجي يقولك ده عبارة عن صوديوم بنزوسلفونات تمام. الصوديوم بنزوسلفونات ده انت عايز تحوله عندك للفينول تمام. فبتعمل ايه بقى؟ بتفاعلها عندي مع حاجه اسمها الكالي ديفيوجن. الكالي ديفيوجن ده عباره عن ايه؟ يعني انت بتفعل عندك الصوديوم بنزوسلفونات ده بتفعله مع ال NaOH في وجود عندك في وجود عند 350 سيليزيوس، فبيتحول عندي الايه؟ بيتحول عندي الفينول رينج. برضو احنا طبعا قلنا في المحاضرة عندي لو انا عندي بنزين وبروبين، الاتنين دول مركبات رخيصة جدا، فانا عايزة احولها لفينول وعايزة احولها لاسيتون. طبعا دي مركبات غالية، فبستخدم عندي ايه؟ بتستخدم عندك اللي هو فريدل كرافت الكيليشن، وبستخدم عندي بعد كده اكسجين عشان يتحول عندي لايه؟ لفينول واسيتون. فيجي يقول لك في الامتحان مثلا يجي يجيب لك المركب ده اللي هو عبارة عن الكيومين هايبر اوكسايد بيروكسايد، يجي يقول لك اللي هو الكيومين هايبر بيروكسايد ده تمام. انت هيتحوله لايه؟ يحط لك التفاعل بتاعه اللي هو عباره عن ال H3O و H2SO4. طب هيتحول معاك لايه؟ نقط ونقط. يجي يقول لك فينول ولا اسيتون ولا فينول واسيتون ولا كيومين ولا مركب ايه بالظبط. يبقى انت عارف ان هو هيتحول عندك لفينول وايه؟ واسيتون. دي نقطه. طب وسؤال تاني بقى يجي لك برضو في النقطه دي، ممكن يجي يقول لك مثلا انت عندك عباره عن الكيومين عندك ستراكشر تمام، اتحول عندك لكيومين هايبر بيروكسايد في وجود عندك 135 سيليزيوس تمام. طب ايه اللي ناقص في التفاعل عندك؟ ناقصه حراره ولا ناقصه اكسجين ولا ناقصه ميه ولا ناقصه ايه بالظبط تمام. فانت يبقى شرط التفاعل عندك يبقى اكسجين تمام. يا جماعه اللي انا بقول عليها دي اسئله امتحان، اسئله امتحان نركز فيها كده. يبقى لو جه في الامتحان جاب لك الكيومين ستراكشر مع وجود 135 سيليزيوس واداك الكيومين هايبر بيروكسايد، يبقى في الحاله دي لازم استخدم عندي الايه؟ الاكسجين بتاعي. ده عبارة عن برضو اللي هو التفاعلات طبعا دي اللي هو الخواص الفيزيائية والفيزيكال بروبرتيز، وطبعا اتكلمنا عليها. نتكلم برضو على الجزء بتاع الاسيديتي تمام يا دكاتره. الاسيديتي بتاعتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا السبستيتيوشن بتاعت الفينول بيتاثر على حسب المركب نفسه تمام. هل هو الكترون ويزدرون جروب ولا الكترون دونيتنج جروب؟ الكترون دونيتنج جروب تمام ده بيقلل الاسيديتي بتاعت الفينول. طب الكترون دونيتنج جروب زي ايه؟ زي وليكن CH3 تمام. طب الكترون ويزدرون جروب ده بيزود عندي الاسيديتي وبيروح عندي في البوزيشن اورسو وبارا بوزيشن تمام. طيب يبقى لو جه في الامتحان جاب لك وليكن مثلا تفاعل مثلا فينول تمام، فينول مع NO2، فبيجي يقول لك مثلا بعدها يبقى هيحصل التفاعل ده، هيحصل ايه؟ ال NO2 ده هتروح عندك على البوزيشن ايه؟ فانت هيجي يقول لك بوزيشن اورسو ولا البوزيشن بارا ولا اورسو بارا، فلا هو هيروح عندك في البوزيشن اورسو والبوزيشن بارا بوزيشن تمام. تمام ده لو ايه؟ ده لو عندي الكترون ويزدرونج جروب تمام. طب انا لو انا عندي اللي بيقول لي بقى ان انا عندي لو انا بفعلها مع NO2 عندي موجوده عندي في البوزيشن ميتا، يعني انا عندي كده تمام. المهم طب انا لو انا عندي بقى عندي اللي هو ال NO2 موجود عندي في البوزيشن ميتا بوزيشن اللي هو مثلا زي الشكل ده كده تمام. ادي عندي OH وده عندي NO2 موجودة عندي في البوزيشن ميتا، فده بيعمل لي ايه بقى؟ ده بيعمل لي حاجة اسمها نيجاتيف اندكتيف افكت تمام. يعني بعد كده المركب اللي هيدخل ده هيبقى صعب ان هو يدخل في التفاعل، وهنعرف بعد كده ممكن ما يحصلش رياكشن دلوقتي تمام. يبقى انا لو انا عندي هالوجين او سيانايد او الحاجات دي كلها بيزود عندي في الاكتيفيتي، وبتروح عندي بتخلي المركب اللي بيتفاعل معاه بيروح عندي على البوزيشن اورس والبوزيشن بارا بوزيشن.
هنا برضو بيجي يقول لك مثلا في الامتحان ادي عندك تفاعل الفينول معاها ايه، معاها CH3 اللي هو عباره عن تروين. يجي يقول لك مثلا هيتحول عندك في الاخر في وجود عندك الايون NaOH، تمام، هيتحول عندك في الاخر لايه خالص، هيتحول عندك لحاجه اسمها ادي CH3، وتحول عندك ال OH ده يتحول ل OCH2CH3، تمام، اللي هو عباره عن شكل الايه، شكل الايثر بتاعي. ده برضو مهم برضو يا جماعه، اللي هو عباره عن كلينزر ري ارينجمنت. يجي يقول لك انت عندك اللايل فينايل ايثر، تمام، في وجود عندك في وجود عندك 200 سيليزيوس، هيتحول عندك لايه، هيتحول عندك ان الاللايل فينايل دي هتروح، تمام، وهيحل محلها هيدروجين، والاللايل فينايل دي هتروح عندي على البوزيشن اورثو، فهتبقى اورثو اللايل فين، تمام. يبقى ده عباره عن كلينزر دي ارينجمنت، ده مهم برضو. يبقى ده بيجي في امتحان، ممكن يجي يقول لك مثلا اللايل فينال ايثر اتحولت عندك لاورثو اللايل فينول، ايه درجه الحراره المناسبه، فتقول لي 200. او اللايل فينال ايثر في وجود عندك 200 سيليزيوس هتحول عندك لايه، لاورثو اللايل فينول. برضو ده من نقط مهمه برضو، ان انت عندك لو انت عندك فينول وعملت عمليه هالوجينيشن، يعني فعلتها عندك مع BR، تمام، 3 BR، التلاتة BR في وجود الميه، فهتروح عندك مره في القرص ومره في البارة ومره في الميتا. طب انا لو ده لو H2O، طب انا لو انا عندي نفس التفاعل ده بس في وجود عندي CS2 او CHCl3 او CCl4، ففي الحاله دي بقى هتروح عندي البروم ده هيروح عندي على البوزيشن ايه، على البوزيشن بارة بس فقط، تمام. يبقى ده مهم، هيجي في الامتحان يجي يلعب لك على النقطه دي، يجي يقول لك مثلا مره فينول مع اللي هو مع BR اللي هو الباريوم، تمام، بروم سوري، مع BR هيتفاعل مثلا مره مع H2O، تمام، في وجود H2O، فهتروح عندك مره في القرص ومره في البارة ومره ايه، ادي مره في القرص الناحيه دي ومره في البارة، تمام. طب انا لو انا عندي بقى اللي هو BR ده مع CS2 هيروح عندك في البوزيشن ايه، في البوزيشن بارة بوزيشن فقط. يبقى دي مهمه برضو. هنا بقى نفس التفاعل اللي انا لسه قايله بالظبط، ان انت عندك لو انت عندك ادي فينول مع نيتريك اسيد، فيروح عندك في البوزيشن اورثو وفي البوزيشن ايه، بالبوزيشن بارا بوزيشن. هنا برضو نفس الكلام، بيجي يقولك مثلا فينول مع H2SO4 مره في 25 سيليزيوس ومره في 100 سيليزيوس، هيحصل مره ايه، لو في 25 سيليزيوس فهيروح عندك على الاورثو بوزيشن، طب لو في 100 سيليزيوس هيروح عندك على البارا بوزيشن. هنا برضو نفس التفاعل ده البيكريك اسيد. البيكريك اسيد يا جماعه مهم 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 مهم، يجي يقول لك في الامتحان ده الاستراكشر ده عباره عن OH و2 و4 و6 تراي نايتريك، تمام، فينول. يبقى في الحاله دي ده الاستراكشر بتاع ايه، يبقى ده الاستراكشر بتاع البيكريك اسيد، تمام. طب انا لو عايزه احضر البيكريك اسيد بحضره ازاي، بتحضره الاول مش عن طريق HNO3 بعمل عمليه نيترة، لا، انت بتحضره الاول عن طريق السلفونيك اسيد. السلفونيك اسيد بيروح عندي في البوزيشن اورثو والبوزيشن بارا، وبعد كده ايه، بعد كده بتفاعل عندي مع النيتريك اسيد، فبيروح عندي على البوزيشن اورثو بوزيشن، وبعد كده بتفاعل عندي مع النيتريك اسيد تاني، فيشيل عندك الايه، سلفونيك اسيد، فيتكون عندك البيكريك اسيد. مهم مهم يا جماعه. ده برضو طريقه برضو عشان خاطر لو قالك مثلا حضر لي سلسليك اسيد، طب بس هي مش بتيجي قوي يعني، بس يجي يقولك مثلا في الامتحان فينول مثلا في وجود ال NaOH في وجود ال H2O حولها لي لسلسليك اسيد، يبقى بتعمل ايه، هتكون عندك ONA في وجود عندي CO2 هيتحول عندي COONA، بعد كده HCl هتشيل عندي ال Na ويتكون مكانها ال H، فيتكون عندي سلسليك اسيد. وده برضو لو جه مثلا قالك حضر الاسبرين، الاسبرين بتحضره عن طريق ايه، عن طريق عندي ساليسيليك اسيد في وجود عندي اللي هو الاسيتيك اسيد، الاسيتيك انهيدرايد، الاسيتيك انهيدرايد وجود عندي الكحول بتاعي كمان سوري الاسيد بتاعي كمان اللي هو عباره عن الاسيتيك اسيد، فيتحول عندي الايه، يتكون عندي اسبرين وحمض. برضو التفاعل ده برضو مهم، يجي يقول لي عباره عن ادي عباره عن سلسله الدايد. السلسله الدايد ده بتحضر ازاي، عن طريق فينول في وجود عندي CHCl3، تمام، ووجود ال NaOH في وجود عندي ايون الهيدرونيوم، هيتكون عندك ايه، هيتكون عندي سلسله الدايد، وهيتكون عندي ولا هيتكون عندي سلسليك اسيد، ولا هيتكون عندي فينول بس، ولا هيتكون عندي ايه بالظبط. فانا لو انا عندي CHCl3 في وجود عندي الفينول ووجود ال NaOH ووجود الايون الهيدرونيوم، فبيتكون عندي السلسله الدايد، تمام. ده حاجات برضو مش مهمه قوي، يبقى ده برضو مهم.
بعد كده يا جماعه اتكلم عن عن الارايل هالايد. ده برضو بيجي منها اسئله كتير في الامتحان. ممكن مثلا يجيب لك مثلا ستراكشر عادي كده، يجي يقول لك ده عباره عن حلقه بنزين زائد اللي هو عباره عن Cl2. تمام. في وجود عندك لويس اسيد هيتكون عندك ايه؟ هيتكون عندك عباره عن اللي هو الكلورو بنزين او البرومو بنزين. تمام. نسيت طبعا ميكانيزم خالص. بص يا جماعه، زي ساندمير رياكشنز، اي حاجه بيكون فيها اسم علم فالتفاعلات دي بتبقى مهمه بجد يعني، وبيجي منها اسئله في الامتحان. تمام. فيجي مثلا يقول لك الانيلين ده فعلته عندي مع ال NaNO2. تمام. وتكون عندك الشكل ده. بعد كده بقى يجي يقول لك وليكن انا اتكون لي عندي الشكل ده، فانا ضفت عندي كاتاليست هتبقى ايه؟ يبقى انت عندك الكبر كلورايد. طب انا لو طلع لي عندي الشكل ده اللي هو عباره عن البرومو بنزين، فيبقى انت استخدمت الكاتاليست عندك ايه؟ يبقى انت استخدمت عندك كبر برومايد. ده مهم بيجي منها برضو في الامتحان. طب وبالنسبه للدكاتره برضو عندي سكيمر رياكشن. تمام. سكيمر رياكشن دكتور في مره جابها في الامتحان، جه بقى قال لهم ايه بقى؟ ما جاش مثلا قال سكيمر رياكشن على طول، لا، جه مثلا قال لك انت عندك انيلين رينج. تمام. وجه بعد كده طلع لي عندي دايزونيوم فلورو بروميد. تمام. يعني جه قال لك الانيلين ده انا استخدمت عندي سكيمر رياكشن، فيبقى اللي يطلع لي بقى كلورو بنزين ولا برومو بنزين ولا فلورو بنزين؟ لا، فاغلب الناس عملت برومو اي حاجه وخلاص. لا، فانت لو انت استخدمت عندك سكيمر رياكشن فده بيطلع مع الفلورو بنزين، وقلناها ان احنا بنستخدمه كحاله استثنائيه لان الفلورو بنزين ده مش بيطلع بسهوله، مش بقدر اطلعه بالتفاعلات اللي فوق بالظبط. تمام. فعشان كده بستخدم عندي سكيمر رياكشن اللي هو ال NaNO2 اللي هو التفاعل مع ال HBF4. تمام. فبيطلع لي الفلورو بنزين ويطلع لي غاز النيتروجين والبي اف 3. تمام. ده برضو مهم. وبعد كده برضو عندي الجيترمان رياكشن برضو برضو بتيجي في الامتحان. بيجي بقى يقول لك ايه؟ يجي يقولها لك مثلا صح وغلط، او يجي يقول لك مثلا MCQ. يجي يقول لك مثلا انت عندك ده عباره عن اللي هو الدايزونيوم سولت عندك. تمام. الدايزونيوم سولت عباره عن CH3 وعندك N موجب وX. تمام. ده عباره عن دايزونيوم سولت. فطلع لي عندي حلقه بنزين معاها CH3 معاها وليكن ايه؟ معاها كلور مثلا. تمام. فانا استخدمت الكاتاليست عندي ايه؟ استخدمت كبر ولا حراره ولا كبر حراره، ولا استخدمت عندي كبر اوكسيد، ولا استخدمت عندي NaBH4 ولا اي حاجه، ولا ايه الاختيارات بالظبط؟ ولا استخدمت الكبر مع الحراره؟ ففي الحاله دي هيبقى استخدمت الكبر مع الحراره. ده مهم. يبقى يا جماعه جيترمان رياكشن وسكيمر رياكشن وساندمير رياكشن دي كلها تفاعلات مهمه يعني. هتيجي ما جاتش MCQ هتيجي عندي صح وغلط. نسيب السيليشن رياكشن ده. بصوا يا جماعه، التفاعلات بتاعه النور اكشن دي برضو مهمه، هتيجي في الامتحان يجي لك اقل حاجه 2 منهم. يجي يقول لك مثلا في الMCQ انت عندك ده عباره عن كلور بنزين، استخدمت عندي NaOH ريفلكس، يبقى يطلع لك ايه؟ لا، يبقى نور اكشن. تمام. طبعا ده بتروح عندي اي تفاعل عندي مع الهالوجين اللي هو الارايل هالايد مع وليكن نيترو، هيروح عندي في البوزيشن اورسو والبوزيشن بورا بوزيشن يعني. طب انا لو انا عندي مثلا وليكن تفاعل زي النيترو ده، عندي النيترو في البوزيشن ايه؟ في البوزيشن ميتا بوزيشن، في وجود عندي NaOH ريفلكس. تمام. طبعا انا عندي البوزيشن بتاع اللي هو NO2 لما تبقى عندي في البوزيشن ميتا زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت ما بيحصلش اي رياكشن. تمام. على عكس عندي NO2 لو انا عندي في البوزيشن اورسو او بار فبالتالي بيحصل رياكشن. تمام. يبقى انا لو انا عندي ارايل هالايد، تمام، اللي هو عباره عن وليكن هالوجين زي Cl. تمام. وحطيت عندي NO2 هنا في البوزيشن ميتا، وجود عندي ال NaOH اللي هو عباره عن الكالي، ده بيعمل ايه؟ ده بيحصل عندك نو رياكشن، لان انت عندك ال NO2 في البوزيشن ميتا بوزيشن ما بتعملش اي رياكشن. تمام. تبقى عندي بتعمل عمليه ايه؟ بتسحب عندك الالكترونات من الحلقه، فبالتالي مش بيتم عندي التفاعل بتاعي. يبقى دي مهمه برضه. ده برضو وش بتيجي في الامتحان هام. بص يا جماعه، انا بقول لكم الاسئله اللي انتوا يعني ان شاء الله هتروحوا بكره الامتحان هتلاقوها موجوده قدامكم، انا ما بجيبش حاجه من عندي والله، واتحدى بيها اي حد. بصوا يا جماعه، عندي برضو اللي هو عباره عن البرومو استايلين، ده عباره عن ايه؟ عباره عن CH3 وCH3 وCH3. تمام. وعندي بروم فعلتها عندي مع ال NaNH2،
بيحصل عندك ايه؟ قلتها لك طبعا قبل كده، طبعا انا شرحتها طبعا في المحاضره، ان انا عندي البروم مع السي اتش 3. انت لما تيجي تكسر رابطه، طب انت عندك عايز تكسر رابطه، فانت عندك هنا مركب، انت عايز تكسر رابطه هنا تاني، طب انت عندك مركب، فبالتالي اصلا ما فيش اي مكان انت تقدر يحصل عندك تفاعل استبدال من خلاله، فبالتالي بيبقى عندي التفاعل ايه؟ بيبقى عندي تفاعل نو رياكشن. بيجي مثلا يقول لك مثلا تفاعل ولكن الكتروفليك سبستيوشن، ولكن انت عندك كلوروبنزين فعلتها مع سي ال 2. طبعا انا عارفه هيروح عندي البوزيشن اورس والبوزيشن بارا. ده بيجي لك مثلا في الامتحان هتبقى اورس ولا بارا ولا اورس وبارا، دي سهله برضه. طب انت عندك ولكن هو عباره عن اتش 2 اس 4 كونك، يبقى هيروح عندي البوزيشن اورس والبوزيشن بارا. تمام. طب انا عندي برضو التفاعل ده بتاع فريدل كرافت، ده برضو مهم. يجي يقول لك عباره عن كلوروبنزين زائد سي اتش 3 سي ال. تمام. انت عايز تضيف السي اتش 3 في وجود عندك ايه؟ الاي ال سي ال 3. طب السي اتش 3 هتروح عندك على البوزيشن ايه؟ قال لي برضه هتروح عندي على البوزيشن اورس والبوزيشن بارا بوزيشن. تمام. وورد سبيتنج رياكشن ده عباره عن ان انا بجيب عندي اللي هو الارايل هالايد، تمام، مع الصوديوم في وجود عندي الكايل هالايد في وجود الايثر. بيحصل عندك ايه؟ بيحصل عندك ان الصوديوم مع الهالوجين ده يطلعوا بره ويحل محلها ايه؟ الالكايل عندي على حلقه البنزين. ده برضو اللي هو سوزوكي رياكشن. تمام. طبعا الجريجنال ريجنت يا جماعه غني عن التعريف، يعني لازم هيجي في الامتحان. يجي يقول لك مثلا في الامتحان اداه عندي عباره عن كلوروبنزين في وجود عندي مغنيسيوم وايثر، بيحصل عندي تفاعل؟ لا مش بيحصل تفاعل. تمام. يبقى انا عندي جريجنال ريجنت مع الالكايل هالايد ما بيعمليش اي تفاعل، ده برضو مهم. هنا برضو التفاعل بتاعي عنده تروين مع اللي هو ال NBS ان بنزين ساكسيناميد، تمام، في وجود عنده الضوء، فبيحصل عندي بنزين بروميد. دي مش يعني عاديه يعني. طب يجي التفاعل ده بقى مهم، ده بقى بيجي برضو في الامتحان. يجي يقول لي مثلا ادي عندي تولوين حطيت عليها Cl2 في وجود عندي ضوء وحراره، هيتكون عندي ده ولا هيتكون عندي ده ولا هيتكون عندي ده ولا هيتكون عندي الثلاثه دول؟ لا، فانت هيتكون عندك الثلاثه دول. يعني ايه Cl2؟ يعني هي CH2Cl CHCl2 CCl4، تمام، CCl3، تمام. فانت عندك هتكون التلاتة دول، ده برضو مهم، ده برضو بتيجي في الامتحان. بعد كده يا جماعه اتكلم عندي عن السلفونيك اسيد. تمام. السلفونيك اسيد ده عباره عن ايه؟ عباره عن حلقه بنزين، تمام، عشان خاطر نبقى عارفين بس احنا داخلين ازاي، يعني المحاضره تتكلم عن ايه. السلفونيك اسيد عباره عن حلقه بنزين على SO3H. تمام. طبعا ده نتكلم عن السنسز ندخل عندي على الرياكشن بتاعها. الرياكشن بتاعها مثلا بيجيلك في امتحان، ده عباره عن ادي عندي سلفونيك اسيد عندي على البوزيشن على البارا بوزيشن، وعندي CH3 اللي هو عباره عن الكايل جروب، في وجود عندك الكيو اتش وفي وجود عندك فيوجن. ده بيعمل ايه؟ ده بيحول عندك الاس او 3 اتش دي، بيحولها لك من اس او 3 اتش لايه؟ لاو اتش. تمام. طب انت عندك لو عندك ان ايه سي ان، فيتحول عندك ايه؟ يتحول عندك الاس او 3 ان ايه دي يتحول عندك ليه؟ لسي ان. ده مهم. طب لو انا مثلا عندي دكاتره مركب زي ده، جه مثلا في الامتحان وجه قال لك انت عندك فينول جروب وعندك اس او 3 اتش عندي على البوزيشن بارا بوزيشن، في وجود عندك ايه؟ عملت له عمليه نيترايل اتش ان او 3، فيتحول عندك ليه؟ يتحول عندك لبيكريك اسيد NaO2 زي ما احنا قلنا قبل كده في الفينول. انا عندي مش بعمل عمليه نيتريك اسيد على طول بيتحول عندي الفينول، لازم يعدي عندي على السلفوريك اسيد، تمام، اللي هو ال H2SO4 عشان يحط لي عندي ال SO3H عندي على البوزيشن اورسو او البوزيشن بارا بوزيشن، وبعد كده بعمل عمليه نيترايل وتحول عندي الايه؟ لبيكريك اسيد. هنا بقى بيجي مثلا يقول لي ادي عندي ولكن SO3H، تمام، فبيتحول عندي مع البي سي ال 5 هيتحول عندي ايه؟ لسينايل كلورايد، يعني عباره عن سينايل كلورايد اللي هو عباره عن المجموعه اللي هو عباره عن بنزين SO2 مع Cl. هنا طبعا عشان خاطر اكون عندي سينايل كلورايد في الحاله دي لازم يكون عندي SO3H. يعني لو انا هكون عندي يبقى ClSO3H، تمام. يعني لو انا هكون عندي بنزين اكون عندي سينايل كلورايد، ففي الحاله دي لازم يكون عندي SO3HCl، بس بيكون عندي اكسس منها عشان خاطر اكون عندي البنزين سلفونيل كلورايد. ده مهم، لازم يكون عندي اكسس.
طبعا التفاعل اللي بيفرق عندي بين البرايمري والسكندري والتيرشري امين هو تفاعل هيزنبرج تيست. تمام. هيزنبرج تيست ده بيتم ازاي بقى؟ بيتم عندي عن طريق اللي هو السينال كلورايد بتاعي ده، ادي برايمري امين تمام، وادي سكندري امين، وادي بعد كده التيرشري امين. فهنا بقى بيقول ان التيرشري امين مش بيحصل اي تفاعل، عشان كده بيتم عندي ووتر سوليبل سولت، على عكس البرايمري والسكندري فبيكون عندي ايه؟ بيكون عندي انسوليبل، بعد كده بحط عليه ايه؟ بيكون عندي مركب ووتر انسوليبل. تمام. طب والسكندري برضو بيكون عندي مركب ووتر انسوليبل، اما التيرشري بيكون عندي مركب بيدوب على طول في الميه. يبقى ده تفاعل هيزنبرج رياكشن. برضه يا دكاترة عندي لازم نبقى عارفين طبعا التفاعلات دي كلها، يبقى عارفين المركب ده اسمه مثلا اللي هو عبارة عن امينو بنزين سلفونيت، وعندي مثلا ولكن هو السلفاليك اسيد، وعندي كمان تفاعل السلفوناميد. السلفوناميد ده جاب لي عندي انيلين مع اسيتيك اسيد، يجي يقول لي مثلا حضر عندي مركب وليكن مثلا اللي هو تراي ميثوكسازول، ده عبارة عن كان نوع من انواع الادوية يعني. فبيجي بتحضره ازاي؟ انت هتحضر عندك الانيلين مع الاسيتيك انهيدرايد او الاسيتيك اسيد اللي هو عباره عن CH3CO. تمام. هيتكون عندي اللي هو عباره عن الاسيتاميد. تمام. فبالتالي بعد كده بتعمل عندك اللي هو عباره عن السينال كلورايد، او بتفعل عندك اللي هو عباره عن HOSO3H في وجود عندك الCl، فبيخلي عندك التفاعل يتم ازاي بقى؟ بتشيل عندك المركب اللي موجود عندك في البرة ده، وبتحط عندك ال SO2Cl، وبعد كده بتفعل عندي مع الاميد وبتكون عندك المركب ده. بس في بقى زيادة حاجة يا جماعة، انت عندك الار هنا بتحط عندك ولكن انت عايز تكون مثلا اللي هو السيازول مثلا رينج، فالسيازول رينج انت بتضيفها عندك. السيازول رينج بتبقى عبارة عن حلقة خماسية، ادي حلقة خماسية عليها ايه؟ عليها اس وعليها ان سيازول. يبقى انت عندي اس وعندي ايه موجود عندي في المركب، عشان خاطر يتكون عندي مكان الار في الاخر، ده عبارة عن السيازول رينج بتاعتي. ده مهم برضو. طب يا دكاتره برضو طريقه تحضير السكرين، الدكتور كان جابها الترم اللي فات، يجي يقولك مثلا من التموين حضر لي السكرين بتاعي. تمام. فانت لازم تبقى عارف الخطوات دي. مره H2SO4، وبعد كده من H2SO4 حطيت عندي SO3H، بعد كده BCl5 كون عندي ال SO2Cl ضاف لي الCl، وبعد كده NH3 ضافت لي NH2، وال NH2 عملت عمليه اوكسيديشن، فحولت عندي ال OH سوري ال CH3 ل COH. تمام. بعد كده ال COH ده كون لي عندي السكرين مركب بتاعي. مهمه وبتيجي في الامتحان. بعد كده دكاترة عندي برضو محاضرة الكربوكسيليك اسيد. تمام. الكربوكسيليك اسيد بيجي مثلا في الامتحان هيجي يقولك مثلا ارينجمنت، انت عندك اسيتيك اسيد، وعندك اللي هو عبارة عن كلورو اسيتيك اسيد، وعندك داي كلورو اسيتيك اسيد، وعندك تراي كلورو اسيتيك اسيد. رتب لي ده وده وده، انهي اعلى فيهم على حسب الاسيد. تمام. فانا طبعا انا عارفه ان انا عندي مركب اللي هو COH ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفا كربون. الالفا كربون الكربونه اللي جنبها لو هي عليها كلورات كتير او عليها مثلا هالوجين كتير، في الحاله دي هتبقى الاسيد بتاعتها عاليه، عن مثلا لو الكربونه اللي هي الالفا بتاعتي جنبها كربونه عليها مش عليها ولا كلور، فتبقى اقل واحده فيهم في الاسيد. تمام. هنا برضو نفس الكلام، انا عندي الكربونه اللي هي الالفا جنبها كربونه عليها Cl. تمام. وفي كربونه بقى يعني اللي جنبها على طول، طب والكربونه اللي بعدها على طول لا ده في مسافه بينهم. تمام. طب والكربونه دي لا ده في مسافه خالص، دي بعيده خالص. تمام. فانا عندي كل ما عندي قربت الكربونه ناحيه الهالوجين بتاعي وقربتها عندي من الالفا كربون، فكل ما الاسيد بتاعتها زادت. تمام. فده مهم. بعد كده برضو ده عندي تسمية، ده عبارة عن سايكلوهكسان كربوكسيليك أسيد. وبعد كده عندي مثلا ولكن ترانس 1 و3 سايكلوبنتان كربوكسيليك أسيد، داي كربوكسيليك أسيد. عندي برضو هنا KMNO4 نفس اللي أنا قلتها. هنا بقى بيقول لي انا بعمل اوكسيديشن عندي للالكحول برايمر الكحول والالدهيد. انا لو جبت عندي الالكحول بتاعي برايمري وعملت له عمليه اوكسيديشن هيتحول عندي الالدهيد، ومن الالدهيد يتحول عندي الكربوكسيليك اسيد. تمام. طبعا هيجي مثلا في امتحان يجي يقول لك طب ايه انواع الاكسده اللي انا بستخدمها، وده لما يجي هقولها لكم عليها دلوقتي. انت ممكن تستخدم عندك Na2Cr2O7، ممكن يستخدم عندك H2CrO4. تمام. ممكن يستخدم عندك KMNO4.
تمام. دي كلها عوامل مؤكسده انا بستخدمها عشان خاطر اعمل عمليه اكسده عندي الكربوكسيليك اسيد في تحويل الكربوكسيليك اسيد. التفاعل ده مهم. بيجي يقولك مثلا ده عباره عن هيدروسيد بتاعه النيترايل، انت عندك ده عباره عن ارايل هالايد، تمام، هو عباره عن CH2Br. بعد كده فعلتها عندي مع ال NaCN، فيتحول عندك البي ار من بي ار تحول عندك لCN. بعد كده بتضيف عندك ايون هيدرونيوم فيتحول عندك الCN ده لCOH، تمام. بعد كده بيجي يقول لك مثلا الكربوكسيليك اسيد مع سترونج بيز بيديك ايه؟ هيديك ملح وميه. طبعا ده احنا اخدينها، ده اساسيات اصلا. برضو التفاعل بتاع فيشر استريفيكيشن مهم. بيجي يقول لك مثلا اسيد مع كحول بيديك ايه؟ لا يبقى هيديك مثلا ايثر ولا هيديك استر ولا هيديك الكحول ولا هيديك ايه بالظبط؟ فلا، اسيد مع كحول فبيديك استر وميه. طب انا مثلا لو جه في الامتحان قال لي انا مثلا جبت اسيد اللي هو عباره عن كربوكسيليك اسيد وعملت له عمليه ريدكشن، ده بتيجي في الامتحان، ده مهم. عملت له عمليه ريدكشن فيتحول عندك لبرايمري ولا سكندري ولا تريشري الكحول؟ لا، بيتحول عندك لبرايمري الكحول. طبعا دي كلها تسميات الدكاتره، يبقى احنا لازم ناخد بالنا من التسميه يعني. هنا مثلا ممكن يجي في الامتحان يجي يقولك انت عندك اسيل كلورايد فعلته مع ال H2O هيتكون عندك ايه؟ هيتكون عندك اسيد. طب لو فعلته عندك مع الكحول هيتكون عندك ايه؟ هيتكون عندك استر. طب لو فعلته عندي مع امين فيتكون عندك ايه؟ هيتكون عندك امايد. طب لو فعلته مع حمض فيتكون عندك اسيد كلورايد مع حمض فبيتكون عندك ايه؟ بيتكون عندك اسيديك انهيدرايد. هنا برضو الانهيدرايد بتاعي، الانهيدرايد اللي هو عبارة عن COR، تمام، COCR، تمام. فبتكون عندي مثلا لو فعلت عندي اللي هو الانهيدرايد لو فعلته مع ال H2O فبتكون عندي اسيد زي ما احنا لسه قايلين فوق. طب لو فعلته عندي مع امين فبتكون عندي امايد. بعد كده دكاتره عندي تفاعل بتاع الريدكشن، ده مهم. الريدكشن عندي لو انا عملت الامايد عملت له ريدكشن فبتحول عندك لامين، عشان خاطر ممكن يجيلك صح وغلط. الامين لو عملت له ريدكشن هتحول عندك لامايد، لا غلط. انت عندك الامايد لو انا عملت عمليه ريدكشن عندي للامايد فبتحول عندك لامين، تمام. طب انا لو انا عندي ان ميثايل اسيتامين انا عملت له عمليه ريدكشن فبتحول عندي لايه؟ لسكندري امين، تمام. النقط دي مهمه. طب لو انت عندك اسيد كلورايد عملت له عمليه ريدكشن فبتحول عندك ايه؟ بتحول عندك لبرايمري الكحول. بعد كده برضه الدكاتره هنتكلم عندي على كم محاضره مهمه، هو الاروماتيك كربوكسيليك اسيد، تمام. طبعا احنا عارفين عندي الكروماتيك وعندي اليفاتيك وعندي اروماتيك. ممكن يجيلك في الامتحان مثلا يجي يقول لك انت عندك الاروماتيك هو ليس اسيدك او ليس رياكتيف زين الاليفاتيك، يعني الاروماتيك اقل اسيديتي واقل عندي في الرياكتيفيتي من الاليفاتيك، صح ولا غلط؟ فلا، يبقى في النقطه دي هتبقى غلط من غير ما تكمل الاجابه اصلا، تمام. بيجي مثلا في الامتحان هيجي يقول لك ادي عندي طبعا ده الرياكشنات بتاعتي، تمام. السيناميك اسيد ده يجي يقولك مثلا سيناميك اسيد ده انهي ستراكشر فيهم، او المندليك اسيد، فهنبقى عارفه الاستراكشر ده عباره عن ايه بالظبط. هنا مثلا بيجي يقول لي مثلا اوكسيديشن عندي عندي اللي هو عباره عن الالكيل بنزين، عملت عمليه اوكسيديشن بالKMnO4، تمام. وانا قلت لك طبعا انت عندك الاكسيديشن بKMnO4 او Na2Cr2O7 اي حاجه من العوامل المؤكسده دي، فبيعمل عمليه اكسده عندك من التولوين بيحولها لي عندي لايه؟ بيحولها لي عندي لاروماتيك كربوكسيليك اسيد. هنا برضو عندي ده برضو الاستراكشر ده برضو مهم. يجي يقول لي مثلا انت عايز تحضر عندك اللي هو عباره عن الانيلين كربوكسيليك اسيد، تمام. بتحضره ازاي؟ انت عندك من التولوين من انيلين ومعاها تولوين، تمام، اللي هو CH3 يعني. جبت عندك اسيتيك انهيدرايد الاسيتيك اسيد ده بيعمل عندك ايه؟ هيحول عندك ال NH2 هيحولها لي من NH2 ل NHAC اللي هو عباره عن الاسيتيك اسيد اللي هو عباره عن CH3CO، تمام. بعد كده بقى عملت عمليه اوكسيديشن فحولت عندك الCH3، يعني انت مش ينفع تعمل عمليه اكسده على طول الCH3 على طول، امال لازم تعديها ايه؟ لازم تعديها عندك على الاسيتيك انهيدرايد او الاسيتيك اسيد، تمام، عشان يحول عندك الانيلين رينج دي يحولها لك عندك لامين.
بعد كده بعد ما حولتها الاميد بقى تقدر تعمل عمليه اكسده للسي اتش 3 تحولها لسي او اتش. تمام. بعد كده تحط عين الهيدرونيوم وتحول عندك الايه، تحول عندك الاميد بتاعتك تحولها لايه، لامين. ده برضو التفاعل ده مهم. هنا برضو بيجي يقول لي مثلا في الامتحان، طبعا انا شرحت النقطه دي قبل كده. انت عندك كلور، تمام، فعلته عندك مع تروين، بعد كده بتكون عندك CH2Cl. طب لو عم حطيت كلور تاني هيتكون عندك CHCl2. طب كمان 3 مرة يبقى CCl3. تمام. طب انا لو انا فعلتها عندي مع KCN فبتكون عندي CH2CN، وبتكون عندي المركب بتاعي ده اهي. بيقول لي الاروماتيك اسيد ار مور اسيدك زان الاليفاتيك اسيد. ممكن تبقى حاجه بين السطور كده يا جماعه وتيجي صح غلط. برضو يجي يقول لك مثلا انت عندك كربوكسيليك اسيد، تمام، كربوكسيليك اسيد ده انت فعلته عندي مع اسيل كلورايد، فبدأ بقى في وجود عندك البريدين هيكون عندك ايه بقى، هيكون عندك كربوكسيليك اسيد انهيدرايد، يكون عندك المركب ده. طب يا دكاتره لو انا عندي فيساليك اسيد، تمام، فيساليك اسيد ده عباره عن ايه، يجي في الامتحان يقول لك فيساليك اسيد، يبقى انت لازم تبقى عارف شكل الفيساليك اسيد. الفيساليك اسيد ده عباره عن بنزين رينج COH الناحيه دي وCOOH الناحيه دي. تمام. طبعا لو انا عند 230 سيليزيوس فبيكون عندي فيساليك انهيدرايد. طب انا لو انا عندي اللي هو ساكسينيك اسيد ده فعلتها عندي عند 300 سيليزيوس فبيكون عندي ايه، بيكون عندي ساكسينيك انهيدرايد. يبقى الفيساليك اسيد بيتكسر بسرعه فبيكون عندي عند 230 سيليزيوس بيتحول عندي الفيساليك انهيدرايد. اما عندي ساكسينيك اسيد بياخد مده شويه فلازم عند 300 سيليزيوس. تمام. دي مهمه، درجات الحراره دي مهمه. هنا برضو بيقول لي الليثيوم الومنيوم هيدروجين مش بيعمل عمليه ريدكشن لدبل بوند. يعني ايه؟ يعني انا عندي اللي هو انا عندي المركب بتاعي، تمام، بعد كده عملت ايه، انا عندي اللي هو الدبل بوند CH تمام، مع الليثيوم الومنيوم هيدروجين بدا يعمل عندك ايه، بدا يعمل عندك ان الرابطه بتاعتك بعد ما كانت COH، تمام، بدا يكسر السي دبل بوند او دي وبدا يحولها ايه لCH2. الاستر برضو بدا يعمل لها ريدكشن وتحول عندك للالكحول و CH2OH. تمام، اروماتيك الكحول. بعد كده بقى يا جماعه بيجيلك مثلا صح وغلط، يجي يقولك انت عندك COH ده، COH دي جروب دي عباره عن اكتيفيتنج جروب وبتروح عندك للميتا دايركتنج جروب. لا غلط. عندي COH جروب دي عباره عن دي اكتيفيتنج جروب، يعني عباره عن مجموعه ساحبه الكترونات وما بتبقاش نشطه. تمام. فبتعمل عندك ان اي جروب بتروح عندك على الميتا بوزيشن. يبقى ده مهمه. يبقى لو انت فعلتها عندي عملت عمليه نيترا، يعني حطيت عندي نيتروجين، فالنيتروجين او سوري اللي هو نيترو جروب هتروح عندي على البوزيشن ايه ميتا بوزيشن. طب انا لو فعلتها عندي مع عملت عمليه الكايليشن اللي هو فريدل كرافت AlCl3 فهتروح عندك Cl عندي على البوزيشن ميتا. طب H2SO4 هتروح عندي على البوزيشن برضو ميتا. طب انا لو عملت بقى فريدل كرافت عندي للكربوكسيليك اسيد بيحصل عندي تفاعل؟ لا، بيبقى عندي نو رياكشن. ده مهم برضو. وبكده يا دكاتره اكون قدرت اوريكم اهم الاسئله واهم النقط الموجوده عندي في اللي ممكن تجيلك في الامتحان. طب بالنسبه يا دكتور بالنسبه لباقي المحاضرات هل هي مش مهمه؟ لا طبعا مهمه. تمام. بس انا حاولت اجمع لك اكبر قدر من الاسئله اللي ان شاء الله هتجيلك منها كتير بكره في الامتحان. وبالتوفيق يا دكاتره، وما تنسوش تدعوا لي ان شاء الله وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا.